السلام عليكم. اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير، واتمنى يكون العالم العربي كله بخير وعنده صحوة ضمير. باللي بيحصل دلوقتي، اطفال بتموت، مجاعات بتحصل، ضرب في الناس المدنيين، ضرب في الناس المتهجرين، ضرب في الناس اللي قاعدين في خيم، ضرب في الارض وضرب من السماء، ومفيش حد راضي يتكلم. مفيش حاجة اسمها ضمير صاحي، مفيش حاجة اسمها عالم عربي، مفيش حاجة اسمها الضمير العربي. وطن عربي، دول في الجناح الآسيوي، دول في الجناح الأفريقي، مفيش أي دولة قادرة تتحرك. وطن عربي، مفيش حد فيهم عايز يمد إيده لأطفال ونساء ورجال عاجزين. محدش في العرب قادر يشوف المأساة اللي بتحصل. محدش في العرب عنده لسان يتكلم. مفيش صحابي عربي عنده قلم يكتب. مفيش إعلامي عربي قادر يصور ويتكلم بلغته. مفيش حاجة موجودة على الساحة العربية إطلاقا. مفيش غير إن إحنا عمالين نتكلم في بوستات ومنشتات وفلسطين حرة و never forget that, love as the world, never forget that. بس العالم مش هينسى إيه؟ مش هينسى عدم كلام العرب، مش هينسى الموقف السلبي، مش هينسى التطبيع العربي الصهيوني اللي بيحصل في الدول العربية على دم أبرياء، على دم أطفال، على دم نساء، على دم شيوخ، على دم شباب، على تراب أرض. هو ده اللي مش هينساه. لكن اليهود طول عمرنا في القرآن والتوراة والإنجيل عارفين إن طول عمرهم خونة، لا التزام بالعهد ولا التزام بالوعد. محدش يعتقد إن التطبيع هيحميك. تطبيعك معاهم ما أثبت إلا إنك كلب ليهم، وكلب مطيع ليهم، خايف على الكرسي، خايف على السلطة، خايف على نفسك. والكلب لما بتنتهي صلاحيته بيتضرب بالنار. مش هشبهك بخيل الحكومة، لأنك يعني ما وصلتش لأصالة الخيل. وأنا يعني لما أوصف الشخص ده بالكلب اللي بيعمل تطبيع مع إسرائيل، أو اللي شايف ده وساكت كراجل سياسي، يعني أنا بهين الكلب، لأن الكلب وفي لصاحبه. الكلاب نفسها أو الحيوانات بيكون زي القطاع أو القطيع زي ما بيقولوا في اللغة العربية، بيحافظوا على بعض. لكن حضرتك إحنا العرب بنعمل إيه؟ الأطفال بتتيتم، وأطفال بتتضرب بالنار، أطفال بتستشهد، نساء بتسبى والنساء بتموت، وعواجيز بتموت، ومرضى بيتقتلوا، ومستشفيات بتتقصف، وإحنا ولا حياة لمن تنادي. مفيش حد بيديه رد فعل. يعني رحمة الله على الرجال، رحمة الله على الرجال فعلا. ربنا يرحم الرجالة بتوع زمان اللي توفوا، اللي ماتوا في الحرب بقى ولا اللي ماتوا. أنا مش شايف رجال، شايف ذكور بلا رجال. اللي موجودين حاليا ذكور وليسوا رجال. مع انت يعني انا ما عادش في كلام اصلا الواحد يقدر يقوله. بالمسائل اللي الواحد كل شويه يشوفها انا ما عدتش قادر او اطلع كلام. كل شويه هتكلم اقول ايه؟ تصبح على سفك دماء جديده وخيبه امال جديده. مع السلامه.